احنا في صيدليه ربانيه. في تواصل بينك وبين الطبيعه، قصة عيش بيني وبين المهنة. تشوف ولاده شيء على ايدك. دي من اجمل الشغلانات على فكره. هو عالم مقفول. النهارده هاخدك لفه في مكان ولا مغاره علي بابا. دي حاره الصالحيه، منبع الاحجار الكريمه في القاهره. حارة الصالحية في خان الخليلي مركز أساسي لتجارة الأحجار الكريمة بكل أنواعها، وعشان تعرف عن أي حاجة لازم تتكلم مع ناسها، فقررنا نعرف أكتر عن الأحجار الكريمة من خلال الكلام مع ناسها. دي من اجمل الشغلانات على فكره. موضوع الحجاره ده احنا بجد والله بدون مبالغه احنا في صيدليه ربانيه. كل حاجه صنع الله سبحانه وتعالى بتبقى ليها سبب. ده عقيق طبيعي بيور، ده بيبقى اصله زلط، يعني ده فيروز مصري طبيعي، ده من ارض سينا. المرجان ده بيبقى شجر مرجان بحري، ده بودره المرجان طبيعي برضو يدوي. كهرمان بيبقى صمغ شجر متحجر عشان نعمل الشكل التحفه اللي انت شايفاها دي. 64 سنة، اسمي شريف حسن محمد وريم، خريج كلية هندسة. اتعلمت المهنة دي وانا صغير. اللي شدتني فيها المهنة ديت اللي انا حبيتها. قصة عيش بيني وبين المهنة، لكن انا مش ندمان ان انا سبت الهندسة، يعني انا اشتغلت الحاجة اللي انا بحبها. أما ارتباط الأحجار بعلم الطاقة، الحجر لا يضر ولا ينفع، لكن هو الحجر شكله جميل وحلو، وعلى مدار التاريخ الناس بتتزين بيه. كل حرف اشتغل في المهنة دي عنده معاها قصة وطريق حياة. بقالي حوالي حاجه و30 سنه تقريبا. والله وانا حبيت الشغلانه، يعني من صغري انا بحب موضوع الاحجار ده. يعني هو عالم مقفول، بجيب حته الخامه عالم مقفول، انا ما اعرفش جواه ايه، بيطلع منها بقى زي ما بيقولوا درر. شوف ولاده شيء على ايدك. هي المفروض ان هي صقل الاحجار الكريمه، ده المصطلح اللغوي المفروض الصح بتاعها. لكن هو المصطلح الشائع حك الاحجار الكريمه، من حجر خام لحجر ان هو يتعمل فصوص للقلادات بقى، للخواتم، للدلايات. هو مجال غني، يعني غني معنويا وغني نفسيا وغني حسيا. انت هتلاقي في تواصل بينك وبين الطبيعه، لانها حاجات في الطبيعه في النهايه. هو يفتقر الى الامكانيات والقدرات. امكانيات احنا كل ده شغالين على البدائيات، يعني المكن دي بدائيه. هيبقى الشغل اليدوي مطلوب. انت لان هو الفكره ان اليدوي انا بعمل دماغي، بخلاف المصنع انت بتاخد دماغي، انت بتاخد فكري، غير لما اعمل فكري انت. مهنة مليانة عجايب وأسرار، بس سحرها هو اللي خلى صناعتها يكملوا فيها لحد النهارده.